السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا مواضيع سخونه بزاف وغادي نهضروا على قرارات جديده في الدوري الانجليزي، اختيارات مفاجئه ديال بعض اللاعبين والجدل الكبير ديال اشرف بن شرقي في الدوري المصري. ولكن قبل ما نبدا خاصني نقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه ويكون عامر بالخيرات والبركات. دابا بلا ما نطول عليكم، الا كنتم من عشاق الكره وتبغوا تعرفوا اخر المستجدات فابقوا معايا حتى لاخر الفيديو وحطوا لايك وديروا سبسكرايب باش توصلكم اخر الاخبار ديال الكره المغربيه والعالميه. الناس اللي كيتفرجوا في الدوري الانجليزي عارفين شحال السرعه ديال اللعب والقتاليه اللي فيه، ولكن كاين واحد القرار جديد اللي غادي يخلي اللاعبين المسلمين يتنفسوا السعداء خلال رمضان. الاتحاد الانجليزي خرج بقرار مهم، مباريات كاس الاتحاد الانجليزي اللي كتصادف مع وقت الافطار غادي يتم توقيف ديالها لبعض الدقائق باش اللاعبين المسلمين يفطروا. شحال زوين هذا الاحترام للتنوع الديني في واحد من اقوى البطولات في العالم، حيت كاين بزاف ديال اللاعبين اللي كيلعبوا في البريمير ليغ وهما صايمين، وباش تكون عندهم فرصه يرتاحوا شويه وياخذوا شويه ديال الطاقه وسط الماتش. وهذا القرار مهم بزاف، ولكن كيفاش غادي يكون التطبيق ديالو؟ القرار كينص على انه الحكم خاصو يكون عارف مسبقا الوقت اللي غادي يوقف فيه اللعب، والتوقف غادي يكون رسمي ولكن ماشي وقت مستقطع. يعني اللاعبين يقدروا يفطروا بطريقه سريعه في واحد اللحظه اللي ما تاثرش على الايقاع ديال الماتش، بحال توقف الكره عند ضربه مرمى ولا رميه تماس. وهذا القرار ماشي الاول من نوعه، حيت سبق الدوري الانجليزي انه سمح بهذا الشيء في المواسم اللي فات، ولكن كاين دابا تاكيد رسمي عليه في مباراه الكاس. دابا السؤال اللي كيبقى، واش البطولات الاخرى خاصها تاخذ نفس القرار ولا كنشوفوا ان اللاعب خاصو يبقى مستمر بدون توقف؟ واش عمرك تخيلتي راسك لاعب محترف كيجيك سؤال قدام العالم كامل، شكون هو اللاعب اللي كتحلم تلعب معاه؟ الجواب ديال مزراوي كان صادم بزاف، حيت في واحد الفيديو رسمي ديال مانشستر يونايتد سولوا على اللاعب اللي كيتمنى يلعب معاه، وهنا المفاجاه، مزراوي جاوب بكل عفويه وقال ميسي. واش كتصوروا مزراوي وكيعطي الباسات لميسي وسط الميدان؟ تصوروا هذا الثنائي في الباير مثلا او حتى في شي فريق اخر، يا سلام. واخا انه في الصغر كان كيعشق طريقه لعب زين الدين زيدان واللي كيعتبروا من واحد الاساطير الكره، الا انه من اللاعبين الحاليين ميسي بالنسبه ليه هو اللاعب اللي بغى يكون معاه في الفريق. ولكن هنا كنطرحوا سؤال مهم، علاش مزراوي ما اختارش شي لاعب اخر من الجيل الجديد مثلا بحال هالاند او لا مبابي؟ ربما السر في الاسلوب ديال ميسي الفريد اللي عنده لمسه ديال سحر في الميدان، واللي خلى حتى لاعبين محترفين يتمنوا يلعبوا معاه قبل ما يعتزل. وانت شنو رايكم؟ واش كتشوفوا ان ميسي هو افضل اختيار ولا كاين شي لاعب اخر كتشوفوه احسن؟ اخواني المغاربه، كتعقلوا على اللاعب حمزه إيغمان، اللاعب اللي كان دار البلبله في اوروبا. البدايات ديالو كانت ناريه، ارقام خرافيه، 13 هدف وثلاث تمريرات حاسمه في 34 ماتش. الصحافه كانت كتهضر عليه بحال نجم المستقبل، وكان حتى اهتمام من انديه كبار في البريمير ليغ بحال توتنهام مثلا او ايفرتون او ويست هام. ولكن دابا الصدمه، الصحافه الانجليزيه قلبت عليه، الجرائد كتقول إيغمان بدا كيفقد الشغف والاداء ديالو ولا متواضع بزاف. ودابا المشكل الكبير هو المنتخب، وليد ركريك والطاقم التقني ديالو كيراقبوه، ولكن واش غادي يكون في المعسكر الجاي؟ هذا هو السؤال الكبير. هاد الفتره اللي كيدوزها إيغمان كتعلمنا درس مهم، الاستمراريه هي اللي كتخليك نجم حقيقي، ماشي غير تبان في بدايه الموسم. خاصك تبقى في الفورمه طوال العام. دابا الجمهور المغربي مقسوم، كاين اللي كيشوف انه يستاهل فرصه مع المنتخب باش يسترجع الثقه، وكاين اللي كيشوف انه باقي خاصو يخدم على راسو قبل ما يدخل لايحه الاسود. واش نعيطوا ليه ولا لا؟ اعطيونا الراي ديالكم في التعليقات. اخواني، ماشي اي لاعب يقدر يبدل الجنسيه الرياضيه ديالو بلا تردد، خصوصا اذا كانت عنده فرصه يلعب مع منتخب قوي بحال بلجيكا. ولكن شمس الدين الطالبي قرر يقطع الشك باليقين واختار المغرب من القلب، رغم انه عارف ان المنافسه في المنتخب شرسه. البلجيكيين تصدموا والجرائد عندهم كتبوا ضربه قويه للشياطين الحمر. كيفاش لا؟ واللاعب واعد وكياخذ دقائق مع الفريق ديالو، يعني مستعد يعطي الاضافه لاسود الاطلس. ولكن هذا الاختيار كيد واحد الحاجه، المغرب اليوم عنده مشروع رياضي واضح، واللاعبين المغاربه اللي كانوا قبل كيشكوا دابا ولاو كيتسابقوا باش يلبسوا التوني ديال اسود الاطلس. اللاعب الطالبي راه نموذج جديد ديال اللاعبين اللي باغيين يمثلوا بلادهم بلا مساومه، رغم ان الطريق ماشي سهل. ولكن السؤال مطروح دابا، واش فعلا الطالبي غادي يضمن رسمي في التشكيله ديال المنتخب المغربي ولا المنافسه غتكون قويه بزاف عليه؟ الاخوان العشاق ديال الكره العالميه، عندنا خبر ساخن قبل نهايه كاس العالم للانديه 2025. الفريق الايطالي العملاق يوفنتوس كيدخل في واحد الازمه تقنيه خطيره قبل البطوله، حيت المدرب ديالو غادي يمشي. هذا الشيء كيعني ان السيد العجوزه غادي يواجه مشاكل كبيره في الاعداد للمنافسه، خصوصا انه غادي تلعب في مجموعه صعبه فيها الوداد ومانشستر سيتي والعين الاماراتي. دابا السؤال مطروح، واش هذا الشيء غادي يكون فرصه ذهبيه للوداد باش يفاجئ يوفنتوس، ولا اليوفي غادي يجيب مدرب عالمي ويقلب الطاوله؟
كلشي كيشير الى ان اداره يوفنتوس خدامه على تعيين مدرب جديد قبل انطلاق البطوله، والاسماء المرشحه كلها قويه، منها انطونيو كونتي وروبرتو ديزيربي وجيان بيرو جاسبيري. المشكله ان الفريق ماشي غير خاصه مدرب، ولكن حتى توازن واستقرار تكتيكي وتجهيز نفسي قبل بطولة كبيرة بحال كأس العالم للأندية. الوداد بصفته بطل افريقيا غادي يدخل منافسه بامال كبيره، والمغاربه كيحلموا يشوفوا فريقهم كيدير انجاز عالمي. دابا الكره عندكم المغاربه، شنو التوقعات ديالكم من مواجهه الوداد ضد يوفنتوس؟ غتكون مواجهه سهله نظرا للوضعيه ديال الطليان، ولا راهم غادي يفيقوا قبل فوات الاوان؟ الاخوه الكرويين، عندنا اليوم قصه مثيره فيها دراما ولعب كبير وعاطفه كرويه من العيار الثقيل. عارفين اللاعب المغربي اشرف بن شرقي، النجم اللي صنع لراسو اسم كبير في الدوري المصري سواء مع الزمالك او حتى مع الاهلي. القضيه وما فيها ان بن شرقي فاش لعب ضد فريقه السابق الزمالك صدم الجميع حيث ما احترفش بالهدف اللي سجلوا ضدهم. دابا السؤال اللي كيطرح هو، هذا التصرف ولا احترافيه بعينيه ولا كيخلينا نتسائلوا على الولاء الكروي؟ ولكن القصه بدات قبل هادشي بزاف. بن شرقي خرج في بودكاست القلعه الحمراء وكشف واحد السر اللي ما كانوش الناس كيعرفينه. قال ان الاهلي كان باغيين يجيبوه من 2016، يعني قبل ما يلعب حتى مع الوداد، ولكن الظروف ديال داك الوقت ما سمحاتش بهذا الانتقال. وبن شرقي كمل طريقه، انتقل للزمالك ودوز معهم فتره زاهيه، وعاش مع الجماهير البيضاء لحظات ذهبيه قبل ما يمشي يلعب في الدوري الاماراتي ومن بعد يرجع للاهلي المصري. والسؤال اللي في بال الجمهور دابا هو، علاش بن شرقي ما احتفلش بالهدف ضد الزمالك؟ بنفسه قالها جماهير الزمالك ديما كتقابلني في الشارع وكتقول لي باللي باقيين كيبغيوه. يعني بالنسبه ليه كيبقى ليه احترام متبادل وما بغاش تكون حاجه تجرح مشاعر الجمهور اعطاه الكثير من الحب. ولكن هنا كاين الراي الاخر اللي كيقول الاحترافيه تفرض انك تفرح بالهدف، لانك دابا كتمثل لون اخر، كتمثل فريق اخر، وخاصك تحط العاطفه على الجنب. دابا الكره عندكم انتم، واش كتعتبروا تصرف بن شرقي احترافي وكيحترم المشاعر، ولا كنتوا بغيتوا يفرح بالهدف ويبين الولاء للفريق اللي كيلعب فيه؟ وحنا وصلنا لنهايه الفيديو، ولكن النقاش باقي مفتوح. شنو رايكم في الموضوع اللي هضرنا عليه اليوم؟ وشنو القرار اللي عجبكم اكثر؟ وشنو ضر لكم في المواقف ديال اللاعبين؟ اكتبوا لنا الجواب في التعاليق، وما تنساوش تخليوا اللايك وتشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد. رمضان كريم مره اخرى، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.